السلام عليكم. جيتكم اليوم بتارتيولات الشوكولا. هذه الوصفه اللي جامي نبدلها 100% شوكولا لداخل كراميل بالبانان، وعلى بالي لو كان جربوها ما راحش تبدلوها وبنتها كالعاده لهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها نخدموا لاباط تاعنا هنا في غيسيبيون. درت 100 غرام تاع المارغرين بدرجه حراره الغرفه مع 4 كاس تاع الزيت، ملعقه صغيره تاع لافاني، قرصه تاع الملح، ونخلط مليح بالباتور. بعدها نجي ندير حبه تاع البيض ونكمل نخلط مليح بالباتور، ونضيف لهم هنايا نص كاس تاع السكر كلاص لازم نغربلوه. نكمل نخلط كلش. بعد كندير 4 كاس تاع المايزينا مع نص باكي تاع خميره الحلوه، وندير مغرف كبيره تاع الكاكاو من عند شوكودا اللي يعطيكم الذوق والريحه الهايله، ونزيد لهم كاس تاع الفارينه. نخلط كلش ونبدا نلم الفارينه حتى نحصلوا على عجينه تكون حاكمه روحها عاديه كيما تاع الصابلي. هكذا نخلوها تريح 10 دقائق. بعد نجو نحلوها بين زوج ساشيات، نطبعوهم هكذا دوائر ونحطوهم في ليمول تاعهم. خيروا اي مول يكون متوفر عندكم صغار ولا تقدروا ديروهم كبار. زيروا عليهم مليح ونحوا هذوك الزوائد. هنا تخبوهم بالفرشيطه، ندخلوهم للكونجيلاتور يريحوا نص ساعه باش ندخلوهم يطيبوا على 180 درجه حتى وين يطيبوا مليح. بالنسبه للكراميل انا خدمت كراميل منزلي، تلقاو الوصفه مكتوبه تحت الفيديو بالتفصيل. درت منه كميه في لي تارتولات تاعي، وندير قطعه تاع البنان هكذا كيما راكم تشوفوا. ندوروا دوكا لاكاناج تاع الشوكولا تاعنا. انا استخدمت دادا ديسير من عند شوكودادا اللي ديت منها 50 غرام تاع شوكولا نواغ و150 غرام شوكولا اولي. قطعوهم قطع صغار باش يساعدونا في الذوبان. نحطوهم في غيسيبيون في كاسرونه، نديروا 150 ملل تاع كريمه الطبخ. لازم تكون خاصه بالحلويات. نحطوها فوق النار حتى وين تولي تغلي. بعدك نجي نضيفوها فوق هذيك الشوكولا اللي كنا قطعناها. نحركوهم مليح حتى وين تذوبنا هذيك الشوكولا. بعدها نديروهم فوق لي تارتولا تاعنا بهذه الطريقه. شوفوا لي ديك اللي معليطه لنا شوكودادا، وتزينوهم كيما تحبوا وبصحتكم.